سعداء جدا ان احنا بنقدم الطرح الثاني لمسابقه روايات مصريه للجيب، المسابقه اللي هي بدات في سنه 1984. والسنه دي احنا بنقدم المسابقه بثوبها الجديد. احنا متفائلين قوي بالمسابقه لان في مئات من الكتاب قدموا في المسابقه دي، ومش بس كتاب موجودين من مصر، لا ده في متسابقين موجودين قدموا من سوريا ومن اليمن ومن الاردن ومن دول عربية كتير. ده ممكن بيمثلوا أكتر من 25% من اللي قدموا هم كتاب من دول عربية مش بس في مصر. أنا سعيد جدا إن لجنة التحكيم على كل فروع المسابقات بتمثلها قامات كبيرة جدا من الكتاب الموجودين في مصر، فده بيسري المسابقة. واحنا شايفين ان يعني نتاج المسابقة دي اكيد هتطلع لنا كتاب ناجحين زي المسابقه الاولانيه اللي هي طلعت الدكتور نبيل فاروق او الدكتور احمد خالد توفيق او استاذ خالد الصفتي وغيره من كتاب روايات مصريه للجيب. فاحنا يعني متفائلين جدا بالمسابقه، وشايفين ان احنا كل سنه هنبقى بنطرح المسابقه بشكل جديد وبفكره جديده، بحيث ان احنا ندي الاتاحه لكل الكتاب اللي عندهم الموهبه ان هم شغلهم يتنشر من خلال مؤسسه العربيه الحديثه.